السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم ان انا النهارده في الفيديو ده مبسوطه قوي قوي قوي، او كنت مبسوطه تقريبا. الواحد يا جماعه والله بيحسد نفسه، يعني ما تقعديش تقولي ان انا مبسوطه النهارده، لانه فعلا بيحصل حاجه تقدرك، او انت بتحسدي نفسك قبل ما حد يحسدك اصلا. فان شاء الله هحكي لكم بقى الموقف اللي حصل معايا النهارده. بس قبل ما نبدا الفيديو قلت اسلم عليكم كده واقول لكم ان انا زي ما انتم كنتوا عارفين الفيديو اللي فات ان انا مسافره. انا نزلت القاهره كده يوم ونص، يعني عايزه اقول لكم كان صد رد. كان جوزي كده عنده حاجه لازم يعملها ويقضيها، فانا قلت له ان انا رجلي على رجلك بقى وانزل معاكم كده واغير جو. قال لي هتتعبي من السفر وكده، قلت له لا نغير جو وبتاع. المهم قلت له بس ايه، انا عايزه اروح الحسين، لانه انا بقالي كتير جدا ما روحتوش، وانا اساسا يمكن تقريبا كده من 8 سنين او 9 سنين اخر رحله روحتها لما كنت قبل الجواز، كنت في الجامعه حاجه كده يعني. المهم قال لي خلاص سهله وان شاء الله المصلحه ونقضيها، وبعدين ننزل الحسين مفيش اي مشاكل. هنا بقى الفيديو ده، اول حاجه انا كنت لسه هنا في البيت، كنت ده يوم السفر. جهزت بقى، عملت كده زي كريب طري علشان ان يعني ايه، ناكله واحنا ماشيين بقى في الطريق، لانه احنا سافرنا بالليل، او يعني بصوا كان في الفجر كده او حاجه كده يعني. المهم قلت ان انا اعمله قبل ما نمشي. حاجه تبقى معانا، عايزه اقول لكم فكره سهله جدا جدا. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق على 4 كوبايات من اللبن المخلوط بالميه، وتزودي الكميه على حسب. يعني انا عملت هنا مقدار ونص، تمام. 3 كوبايات دقيق ليهم 4 كوبايات من اللبن والميه، ورشة ملح ورشة سكر، وتخلطيهم في الخلاط بدون اي عجن وبدون اي ان هو يختمر ولا اي حاجة. اسهل حاجة ممكن تعمليها. هنا بقى انا كنت بعمل الشاورما العادي خالص، كان عندي صدور فراخ وكده، وعملتها شاورما عادي خالص. هنا بقى صفيت الخليط ده، عديته على مصفاية علشان تتأكدي ان مفيش كتل ولا اي حاجة، وتتأكدي من القوام بتاعه يبقى مظبوط تمام. في طاسة على النار، وبنزل بقى بالخليط بتاعي ويعني بصوا حاولت ان انا اخد حاجة تديني نفس الكمية على طول، عشان انا ممكن ما اقدرش ان انا اظبط ايديا قوي في ان انا اظبط مقدار الحاجه اللي انا بعملها عشان يطلعوا كلهم متساويين. اول ما تلاقيها كده عملت فقاعات هوا، تروحي بقى ايه، تقلبيها، هتلاقي نفسك ان هي استوت وبقت تمام التمام. عايزه اقول لكم يعني بصوا، انا عندي اللبن ده كان راب مني، تمام. هو ما ربش مني ولا حاجه، انا جبته من عند الراجل اصلا. رجعت علشان اغليه، هو اللبن سايب لقيته اصلا رايب تمام. فطبعا هيترمي؟ لا طبعا. فانا استغليته في الفكره الحلوه قوي دي. او عموما لما بيبقى عندي لبن كده خلاص انا شكيت فيه ان هو هيروب وكده، فبعمله الكريب الطري ده. بصوا بقى الكميه دي حلوه قوي قوي، يعني انا عملت لي كميه كبيره جدا، لان انا عملت 3 كوبايات دقيق وكوبايه ونص تاني، يبقى 4 ونص دقيق وعلى 6 كوبايات من اللبن زائد الميه، تمام. بصوا عطتني كميه حلوه قوي، اكلنا منها واخدت منها وانا ماشيه كمان في الطريق. فالكميه حلوه قوي، يعني هتديكي كميه حلوه وجميله. الحشو ده بتاعك، يعني بطاطس مهروسة، جبن، فلفل وزيتون، اي حاجة تمام. اي حاجة هتمشي معاكي، وتمشي بقى سندوتشات في رحلة، تمشي سندوتشات في سفر، تمشي عشاء للاولاد، تمشي برضو غدا، يعني زي ما تحبي تمام. هنا ابتديت ان انا احط من الشاورما، وحطيت شوية جبنة موتزاريلا بس مش كتير. وبعدين ابتديت ان انا اطبقها بالشكل ده، اقفلها من اليمين والشمال ومن فوق ومن تحت، هتديكي شكل الفطيرة اللي هي مطبقة تمام. طبعا الاشكال دي ممكن تلعبيها انت بقى براحتك، تعملي سندوتش رول، تعمليها مثلثة، تعمليها مربعة زي ما انا بعمل كده، زي ما انت شايفة براحتك تمام. هنا بعمل واحدة كمان علشان تشوفوها اهو. بطبقها، اهم حاجه تقفليها كويس، واهم حاجه ان انتي تتاكدي ان هي متقفله. انتي بقى لما هتيجي تحمريها في طاسه هتتقفل لوحدها، يعني ما تقلقيش ان هي ممكن تكون ما لزقتش كويس معاكي. بس لا، انتي مجرد ما بتنزلي في الطاسه بيها، لان احنا هنا هنديها وش من هنا ووش من هنا علشان تحمر وكده، تبقى حلوه كده وتقرمش معاكي. هنا في طاسة وحطيت معلقة من الزبدة، وسخنت كويس، وابتديت ان انا احط فيها الفطير بتاعي تمام. خلي بالك الوصفة دي حلوة قوي، لا عجن بقى ولا انك تستنيها ان هي تخمر ولا اي كلام ده خالص، وما بتاخدش اي وقت، وسهلة قوي قوي. ويا سلام انت لو حشتيها كمان جبن، وما خدتيش وقت في عمل شاورما او اي حاجة، او لحمة مفرومة على الصاج مثلا او حاجة، فهي مش هتاخد منك اي وقت.
ولا اي مجهود. يعني عايزه اقول لك انا عملتها قبل السفر مثلا بتاعت 4 ساعات يعني، وكانت تمام التمام. اهو سبتهم بقى يتحمروا براحتهم، وابتديت ان انا اخلص الكميه اللي عندي. وبصي لما هتقلبيها الناحيه التانية هي اتقفلت لوحدها خلاص، هي طبيعي اتقفلت لوحدها، ما تخافيش وما تقلقيش، ولا بتتكسر ولا بتتشقق ولا اي حاجه. اهو قلبتها كده زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا اخلص الكميه بتاعتي. وكمان عملت شويه رول، يعني عملتهم كده زي السندوتشات. تمام. فده نفع وده نفع، براحتك بقى. اهو بصوا بحطها على الطرف، واقفلها برضو من هنا ومن هنا وارولها، عارفين انتوا كأنك بتلفي صابع محشي. اهو هي بتبقى متقفله، بس بصراحه انا عجبني دي اكتر كمان من اللي هي مربعه. دي سهله ان انتي بتمسكيها وعلى القطمه على طول. تمام. فهي برضو حلوه، بس براحتك يعني، دي نافع ودي نافع، مش هيتقول حاجه. بس هي اصلا الطريقه التقليديه او الطريقه الاصليه، هي مفيش حاجه اصليه يعني، بس هي دايما بتتعمل ان هي مربعه. تمام. اهو هنا كده بتبقى شبه الكالينو او الكالينو. هنا بقى ابتدينا ان احنا نتحرك يعني، لا احنا كنا اتحركنا من بدري، لكن الشمس يعني كانت لسه طالعه كده، وكان وقت الشروق بقى. بصوا كان الجو تحفه، عايزه اقول لكم تحفه، حلوه قوي، والطريق حلو كان وسهل الحمد لله. ودعينا دعاء السفر، وكان الموضوع يعني سهل وحلو قوي يعني، الحمد لله ما تعبناش قوي. كده فتحتي، تعالي كده نجازف ونركب ونحاول نطلع. بس هو ازاي كده هيطلع ازاي؟ طب هو ابوكي هاتي كده يا هندا الستاند بتاع هاتيه كده، احنا نحاول. ده البنزين ودي الفرامل. ندور العربية. فين المفتاح؟ على اساس يعني ان انت كده فتحت. ان الله غفور رحيم. هي مرفوعة يبقى عايزة تنزل صح؟ حتى لا تكون نرجع ورا. هتبقى ايه نرجع ورا؟ ايه في ايه؟ نعدل بقى العربية. ايوه. كان الطريق ازاي؟ المفروض نطلع كده صح؟ الجامع من هنا، الجامع من هنا. استنى عشان العيال دي. ايوه. الجامع الشارع ده ولا الشارع ده يا هنزة؟ الجامع شارع كده كده. افتحي كده الموتور كده اللي كان هنا، ولا مش شغال؟ كده كده نجحنا. يا ترى بابا لو شافك اللي هيحصل؟ ولا اي حاجه، جمدي قلبك. انا لو شافك ده مش عاوزه اقول في كلاب تايت. نطيط للكلاب، هنزمر للكلاب برضو. الجامع كده ولا كده يا هندا؟ كده كده صح؟ الشارع ده ولا الشارع ده يا هندا؟ الجامع شارع كده 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 صح؟ بس احنا نركن له. بصي بقى عشان عايزه اعمل ركنه محترمه، اقعدي نركن له هنا كده جنب الجامع. هو ده الجامع. انا كنت ابتديت افقد الامل. عايزين نركن هنا ركنه محترمه بس.
هنا احنا بقى كنا وصلنا الحمد لله، وكان ايه خلاص بقى المغرب هتأذن وكده، فنزلوا هم يصلوا. جوزي وحماية نزلوا يصلوا في الجامع، والجامع ده جنب الشقة بتاعتنا، يعني ايه بحاجة بسيطة تمام. المفروض ان انا ايه نزلت استناهم، فبعدين ايه قلت كده يعني الشيطان وزني، قلت ان انا اجرب اطلع بالعربية من الركنة اللي جوزي راكنها هو اساسا بيها ايه. بصوا عارفين بينزل يعني بيلزقها كده في الرصيف، يعني انا كنت خايفة ان انا ابقى ناسية وكده، زي ما قلت لكم كنت فاقدة الامل. المهم طلعت بيها الحمد لله يعني. وبعدين انا ايه وصلت لحد الجامع وايه والحمد لله وركنت وتمام التمام. ما اسكتش بقى، لا ما اسكتش، قلت اخد لفة كمان. المهم قلت ان انا اخد لفة كمان طالما لسه شوية على الصلاة. المهم ايه جيت اخد اللفة، حصلت معايا بقى ان هو ايه بقى، حصلت معايا بقى إيه زيهم، يعني مش عايزه اقول لكم ان هي مصيبه، بس الحمد لله اتسطرت. العربيه في حاجه حصلت فيها معرفش ايه، او انا سوء استخدام مني او اي حاجه، العربيه كانت ماشيه لوحدها وانا مش عارفه اوقفها يمين شمال، وكانت طالعه بقى على الطريق السريع وانا مش عارفه اوقف العربيه. الطاره محجره معايا، الفرامل محجرة مش راضية، مش قادرة ان انا ادوس عليها اصلا. ومش عارفة، انا مش عارفة اوقف العربية، ورفعت فرامل اليد والعربية ما زالت ان هي ماشية. المهم اخر اليوم لما بحكي لجوزي وكده الحمد لله ان هي اتسطرت، جالي فكرة ان انا اوقف المفتاح بتاع العربية، بس بعد ايه بعد ما انا اساسا دمي نشف من الخوف، لان انا كان معايا هندة. انا كل خوفي كان على هندة مش عليا خالص. المهم فانا لما بحكي لجوزي اخر النهار وكده اخر اليوم، فطبعا اللي هو قال لي ايه قعد يلوم فيا شويه، وبعدين قال لي معرفش انا تفسيره ازاي يعني، بس قال لي مفيش حاجه وصف للي انت بتوصفيه، الا انه كانت العربيه اصلا فصلت منك وكان لازم تشغليها تاني. يعني ان الفرامل والطاره بتاعت السواقه اصلا ان هي محجره معاكي وانت مش قادره تدوسي على اي حاجه فيهم، ان العربيه اصلا كانت فاصله. المهم الحمد لله واتسطرت يعني الحمد لله، وده كانت حاجة تعلمني اصلا ان انا ايه ما احسدش نفسي، وان انا برضو افكر في الحاجة قبل ما اعملها. المهم وصلنا الحسين الحمد لله، وبس ما لحقناش الصلاة، كانت صلاة العشاء بقى ما لحقناهاش عشان الطريق كان زحمة. قد ايه القاهرة زحمة زحمة، انا ما اتمناش حقيقي ان انا اعيش فيها اصلا. زحمة وحاجة كده مش عارفة، يعني هي بالنسبة لي زيارات وبس. المهم هنا كان ما دخلت، ما عرفتش ان انا ادخل طبعا، كانوا قفلوا باب الزيارة وباب الصلاة وباب كل حاجة. فقعدنا نتمشى بقى في الشوارع اللي هي شارع المعز، والشارع التاني اللي هو اللي بيبقى فيه حاجات زي ما انتم شايفين كافيتريات، وناس قاعدة بقى بتغني وفرق وحاجات كده. بصراحة الأجواء جميلة جدا جدا، بس هي اللي يعني اللي مبوظة الدنيا الزحمة، زحمة رهيبة. مش عارفة علشان هو كان يوم، يعني كان يوم أصلا أجازة وكده، ولا علشان هو اصلا كده على طول، ما انا مش عارفة. المهم قعدنا بقى نتمشى، و جبنا بقى غسل بنات وجبنا زلابيا واكلنا ايس كريم. كان الجو حلو بصراحة، انا عن نفسي غيرت جو حتى لو المشوار كان سريع قوي، بس يعني لا انا غيرت جو، والمفروض ان انا ايه يعني حبيت الموضوع يعني. بس لو كان اطول من كده الوقت معايا كنت اشتريت حاجات كتير وكنت صورت اكتر من كده، بس للأسف الوقت كان ضيق قوي قوي، وكان زحمة بس يعني بسم الله ما شاء الله كمية محلات وحاجات البخور والحاجات اللي هي النحاسيات والفضيات والحاجات دي والأنسيكات، حاجات يعني عايزة بصوا، عايزة بني آدم يكون فاضي ومعاه فلوس ومعاه وقت كتير ويشتري كل الحاجات دي. يعني ما شاء الله احنا عندنا حاجات جميلة بجد يعني، حاجات بسيطة بس حاجات جميلة جدا. الناس يعني تمشوا في شارع المعز ده كأنه من عصر تاني خالص، المباني الأثرية والجوامع بصوا بصراحة الجو يعني حلو، تحس ان انتوا دخلتوا في حقبة زمنية غير اللي انتوا فيها خالص، غير 2023 دي خالص. الحمد لله يعني، واتسطرت معايا النهاردة. انا كنت بصراحة يعني كان يوم صعب بالنسبة لي، على قد ما انبسطت فيه على قد ان انا يعني اتخضيت قوي قوي، حسيت ان انا كان اخر يا بص عايزه اقول لكم ان انا اتكتب لي عمر جديد بجد يعني. المهم بصوا هنا هندا، آه كنا بنشتري لها بقى هي وياسين غزل البنات. بصوا بيعملوها بطريقه غريبه، وبيلونوها وبيكبروها قوي قوي، بيعملوها شكل ورده وشكل قلب. والله انا مش عارفه بيعملوها ازاي، المكنه دي جميله بجد.
قعدنا بقى رايحين جايين، اتمشينا، اتفرجنا على الجامع من جوه، جامع اللي هو جامع المعز تقريبا اسمه ولا ايه. يعني بصوا، الاجواء بصراحة جميلة جدا جدا. حتى الزلابية اللي اشتريناها كانت جميلة، زلابية كده بالنوتيلا، كان شكلها حلو وطعمها كان جميل. هي كانت ناشفة شوية يعني بس كانت حلوة، كانت جميلة. الشوارع دي بصوا اغلبها تحسوها كده شوية مظلمة وشوية منورة. وياسين اهو بعد ما تعب من المشي بقول له اكلت غزل البنات؟ قال لي اه. قلت له كله؟ انت مش تعزم عليا كمان بحته كده؟ مش كفايه هندة ولا كاني مامتها ولا حاجه خالص؟ عايزه اقول لكم يعني المناظر كانت تحفه. الناس اللي قاعده بقى بترسم حنه بقى قعدوا ايه يندهوا علينا. انا مش من هواة الحنه يعني، مش عارفه، من زمان قوي ما بحبش شكلها وما بحبش ريحتها وما بحبش الرسومات دي اطلاقا، مش عارفه. المهم فجوزي قال لي نرسم لهندة. انا اخترت لها رسمه صغننه، انا مش عارفه. قعدت تكبرها، هي تقريبا هي استصغرتها يعني، هي نفسها اللي بتعمل الحنة. الست دي في منتهى الطيبة ومن السودان والله. وهما جوزي بيسألها وكده بيقول لها السودان وكده، فبتقول له هي فين دلوقتي السودان ومش عارف ايه. وحسيت كده الواحد يا جماعة والله العظيم بره بلده ولا حاجة، ولا يسوى اي حاجة، وحزنه على بلده مهما كانت هي فيها وفيها، بس هي بتبقى ان هي بلده، وان هو بيبقى بيتمنى ان هو يعيش فيها، والامن والاستقرار ده حاجة تانية. ربنا يعني كرمنا كده دايما بالامن والاستقرار، ومش مهم اي حاجة تانية. المهم هي استصغرت الرسمة تقريبا اللي انا اخترتها لهندة. كانت رسمة صغننة قوي اللي هي المفروض على كفة ايديها دي من فوق وبس. بس هي قعدت ترسم لها بقى. انا قلت لها خلاص مش مشكلة، ما رضيتش يعني ان انا احرجها ولا اقول لها لا كفاية وكده. والرسمة في الاخر طلعت حلوة يعني، كانت كويسة وحلوة، مع ان هندة ما حافظتش عليها قوي، بس يعني هي كانت حلوة برضو في المجمل، كانت جميلة يعني. قلت لها تسلم ايدك طبعا، كانت حلوة يعني. المهم ده كان يومي النهاردة، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معايا، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد، واشوفكم باذن الله على الف خير. بصوا الرسمة جميلة بصراحة. ان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد. باي باي.